هي السقعة دي أكيد عايزة طاجن أم علي. بس النهاردة هنعمله بطريقة بسيطة وسهلة جدا، وكمان اقتصادية جدا جدا جدا، بدون ملفي ولا جلاش ولا كل الكلام ده، ولا حتى كريمة. وهقولك بديل ده كله هنا في الفيديو. إن شاء الله هيطلع معاكي تحفة تحفة تحفة، قرمشة، ومن جوه كمان تلاقي فيه طراوة وصوص حلو كده تشربيه. خطير يا جماعة، بارد أو سخن طعمه تحفة. من أجمل الوصفات للتدفئة في الشتاء هو طاجن أم علي. سموا الله وصلوا على الرسول. يلا نشوف طريقتي فيه. بس اوعي تنسيني في اللايك والشير والاشتراك كمان. انا شيرين من مصر، قوليلي بتتابعيني منين. ويلا بينا على طول نشوف طريقة الطاجن القمر ده ازاي. بصي بقى، انا عملته من حاجات كانت في بيتي وهقولك على البدائل. دلوقتي انا كان عندي في الفريزر بقية الفطير المشلتت اللي كنت عاملاه معاكم من فترة كده، فكنت بحط الباقي في الفريزر. قلت يا بنتي انت هترميه، طلعيه واعملي بيه احلى طاجن ام علي، ولا حد هياخد باله. طيب انت لو ما عندكيش فطير مشلتت، يعني طبيعي ممكن ما يبقاش متوفر عندك، عارفه الفطيره اللي في الفرن اللي ب5 و10 جنيه دي، هتجيبي واحده واحده، او على عدد افراد اسرتك، او على حسب ما انت عايزه. انا كتير بعمله بفطير الفرن، بيبقى طعمه تحفه. بجيب الفطير، عايزه اقولك بالفطير احلى من الملفي 100 مره. بجيب الفطير وابتدي اقصقصه كده، وطبعا انتوا عارفين الفطير بقى المشلتت بيبقى بالزبده الفلاحي، فعايزه اقولك كان طعمه تحفه 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 في طاجن ام علي. كان خطير يا جماعه، احلى من الملفي 100 مره. هقصقص الفطير بتاعنا بالشكل ده، واخد الرقات افككها بعيد عن بعضيها، دي اهم حاجه عشان ما يبقاش معجن من جوه ويبقى طعمه حلو قوي. هقولك اختيارين تقدري تعمليهم. لو انت بتحبي ام علي تبقى من جوه طريه وحلوه، مش محتاجه تحمصي الفطير. هو كده او كده حتى لو اتحمص بيطرى، بس التحميص بيخلي ام علي من جوه ما تبقاش طريه قوي. فعلى حسب ما انت بتحبي. يعني لو عايزاه يبقى فيه قرمشه اكتر، تقدري تدخلي الفطير بتاعك ينشف شويه في الفرن بعد ما تقصقصيه. لو انت بتحبيه مقرمش من فوق ومن جوه يبقى طري، يبقى مش محتاجه الخطوه دي. تمام. انا بقى مرضتش احمصه في الفرن، اكتفيت بيه كده بالشكل اللي انت شايفاه. هقصقص معايا هنا كانت 3/4 فطيرة تقريبا من الحجم الصغير. هبتدي اقصقصها كلها بالشكل ده على قد الطاجن، وممكن تعملي طواجن فردية لو انت حابة. شايفة الفطير بتاعي كان مورق وجميل ازاي؟ لو عايزة الطريقة طبعا هتلاقيها في الفيديوهات السابقة، بس من فترة نازل قبل كده بدون فرد ولا توريق، هتعمليه خطير يا جماعة. قصقصت كل الكميه بالشكل ده. هبتدي كده افكك الرقات عن بعض لو هي متماسكه، لان انا يا دوب اتخرجته من الفريزر وسبته بس يفك كده على الرخامه، وبعدين ابتديت اشتغل على طول. بس كده هفككها كويس جدا، ونبتدي نعمل التسقيه بتاعتنا بدون كريمه حلويات او كريمه لباني. وهقولك على كل حاجه تقدري تستغني عنها ببدائل بسيطه واقتصاديه، ويكون الطعم خطير في الاخر. هركن بقى الطاجن على جنب بعد ما فككته. معايا هنا كوبايتين من الحليب او نص كيلو من الحليب. طبعا الحليب ده اللي هو الحليب الجاموسي العادي، لما بيغلي باخد القشطه على جنب عشان استخدمها في الحلويات. فقشطه وش اللبن احلى من مليون كريمه بتجيبيها. هبتدي احط السكر حسب الرغبة، يعني 4 5 معالق اللي تحبيه. واسقي كده الفطير بتاعنا بالحليب زي ما انت شفتي. الكمية دي كان كوبايتين الحليب هايلين جدا عليها، ما تكتريش عن كده علشان ما يعجنش معاكي. خلاص. هجيب بقى قشطة وش اللبن وهبتدي افردها بقى كده على الفطير من فوق. ميزتها بتخليه من فوق واخد لون حلو جدا وقرمشة روعة، وبيبقى طعمه خطير يا جماعة، طعمه حلو قوي 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 وكريمي وتحفة. لو عايزة تقللي الحليب عن كده تقدري تقلليه. ما طلعتش من جوه معجنة ما تقلقيش ولا اي حاجة. هنزل بكمية القشطة كلها او ما يعادل وش الطاجن، واغطيه بالشكل ده. عندك اي مكسرات مجروشة، زداني، اي حاجة، جوز هند، زبيب، اي حاجة حابة تضيفيها هتضيفيها على السطح. لو مفيش اي مشكلة. حطيت شوية من جوز الهند كده بالشكل ده، بيديله طعم تحفة، وبالذات لما بيتحمص بيبقى طعمه خطير قوي قوي قوي. حتى لو ما بتحبيش الجوز هند هتحبيه بالطريقة دي. تقدري كمان الحليب تضيفيله معلقة كريم شانتيه لو انت حابة. من الكريم الشانتيه الخام هيضيف له طعم حلو قوي. انا اكتفيت بقى بكميه الدسامه اللي في الفطير. لو جايبه الفطير من الفرن اللي هو بيبقى دسم ومش كتير، هتحطي معلقه كريم شانتيه خام. نزلت بالمكسرات المجروشه والسوداني بالشكل ده. هدخلهم الفرن يبتدوا يبقبقوا كده مع بعض، وبعدين افتح الشوايه من فوق. بيطلع معايا بالشكل الخطير ده.
اللون بتاع السطح زي ما تحبي، ممكن تزودي عن كده أو تقللي عن كده. كمية الحليب برضو حسب الرغبة، يعني من الآخر الطاجن ده من الأول للآخر مفهوش حاجة تقرير يعني لازم بالظبط تعمليها، لأ كل واحد وراحته بطريقته فيه، عايز الحليب زيادة الحليب أقل، اللون التحميصة كل ده براحتك خالص خالص خالص. عايزة أقولك طعمه أحلى من بتاع أشهر محلات الحلواني، خطير جدا جدا جدا. لو سبتيه يبرد هيشرب اي حليب جواه، لو كلتيه سخن هيبقى فيه شوية حليب. تعالوا بقى كده نفتح الطاجن وهو لسه سخن واوريكي شوية الحليب اللي جواه. وطبعا انتوا عارفين اي معجنات لما بتبرد بتشرب كل الحليب اللي جواها، عشان بس نبقى متفقين. فالاكل بقى حسب ما انت عايز. انا هنا بوريكي تحميصة السطح بتاعتها تحفة يا جماعة، حلوة قوي كأن عليه طبقة بشاميل كده خطيرة. هنا بقى الفطير من فوق محمص ومن جوه طري، تحفة لسه سخن، فطبعا فيه جواه حليب وطعمه خطير يا جماعة. بتمنى بجد تجربوه بالطريقة دي. بحبكم جدا، اوعي تنسوا اللايك والشير والمتابعة.